ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. طيب ان شاء الله النهارده هنعمل بانيه. الغدا بتاعنا هنعمل بانيه، وهنعمل مكرونه بطريقه جديده بالسجق. ان شاء الله كملوا فيديو معايا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. طيب هنا معايا نص كيلو من البانيه. نص كيلو من البانيه. عايزه تكتري كيلو يعني الكميه اللي حضرتك عايزه تعمليها اعمليها. تمام. ده نص كيلو من البانيه، انا بقولك على المقادير اللي معايا. ده نص كيلو من البانيه. و عندي بصلايه متوسطه. نص كيلو من البانيه، فرمت له بصلايه متوسطه في الكبه. تمام. هنبهر بايه بقى؟ هنبهر ب شوية من السبع بهارات وملح وفلفل اسود. سبع بهارات، ملح، فلفل اسود. عندك بابريكا عايزه تحطيها حطي، توم باودر عايزه تحطيه حطي، بصل باودر عايزه تحطيه حطي برضو. ان شاء الله هيبقى حلو وربنا يحسن ما بين ايديكم. تمام. هنقلب البانيه ده كله مع بعض. تمام. هنقلب البانيه ده كله مع بعض. نديله تقليبه كده. تمام. طيب بعد ما قلبنا البانيه كده هنزل عليه بايه؟ هنزل عليه ببيضه. بيضه واحده على نص كيلو بانيه، بيضه واحده. إيه احسن ما اطلع من التتبيله دي واحط في بيضه وبتاع، وهي هيقدر معايا بيض كتير. وعلى ايه؟ احنا كسرنا كده عليه بيضه واحده. تمام. هنقلبها كده مع البانيه. تمام. وهنا معايا بعد ما قلبناها وخلاص كده تمام. ده بقسماط. ده بقسماط يا حبايبي. عندك فيجيتار ماشي. لكن ده بقسماط. تمام. طيب هطلع كده البانيه من التتبيله، ويفضل ننفض البصل من على البانيه عشان ما يحرقش معايا في الفرن. عذرا يا حبايبي، في البوتاجاز، على الطاسه يعني. تمام. كده هغلف البانيه كله. وهنحط ما بين كل البانيه واللي فوق، يعني بين كل رصة والتانية هنحط كيس من البلاستيك، اللي هو الاكياس التلاجة او اكياس اللبن. اكياس الشفافة دي اهي. تمام. وهنعمل ايه بقى؟ هندخلها الفريزر تمسك نفسها شوية، ولغاية ما يجي يعني خلاص نخلص. واخر حاجة هنحمر البانيه بتاعنا. تمام. طيب هنا هنعمل ايه بقى؟ عشان نعمل صينية المكرونة هنجيب طاسة، وهنزل عليها بمعلقتين من الزيت وبصلاية كبيرة. تمام. إيه البصلاية على حسب حبك للبصل، عايزاها كبيرة ماشي، عايزاها متوسطة ماشي، يعني على حسب حبك للبصل. تمام. طيب هنديله تتبيل، هنديله تقليبة كده لغاية لما يصفر. تمام. طيب وهنزل عليه بنص كيلو من السجق. كمية السجق برضو او الصدوق زي ما بتسموها، كمية الصدوق المناسبة ليكي. يعني عايزة تنزلي بكيلو ماشي، نص ماشي، المتوفر عندك. وهنا هنزل بيه بصل، لا عذرا، هنزل بيه فلفل رومي وطماطم. وهنزل بفلفل الوان. فلفل رومي، طماطم، فلفل الوان. مش متوفر عندك فلفل الوان، فلفل رومي وطماطم زي الفل. تمام. وهنبهر بايه؟ هنبهر بفلفل اسود وملح. وطبعا مش هنكتر بهارات كتير عشان السجق بيبقى فيه بهارات كفاية. تمام. طيب هنديله تقليبة كده اهو. حطينا الملح المناسب. طيب كده انا الخلطة عندي كده جاهزة. تمام. طيب عشان نعمل البشاميل بتاعنا هنحتاج 3 معالق من السمنة عليهم 3 معالق من الدقيق. 3 معالق من السمنة عليهم 3 معالق من الدقيق. تمام. هنقلب الدقيق كده في السمنة لغاية لما الدقيق يطلع ريحته، مش هنخليه يحمر. تمام يا حبايبي، مش هنخليه يحمر، لا هو يدوب الدقيق يطلع ريحته بس. تمام. نقلب كده كويس.
اهو كده دقيق معايا استوى. تمام. ايد بتنزل باللبن وايد بتقلب، ايد بتنزل باللبن وايد بتقلب، مش هينفع نسيب الخليط ده. لازم نقلب فيه على طول، تمام، عشان ما يكتلش مني. تمام يا حبايبي. اهو نقلب كده، وهنبهر بايه؟ بفلفل اسود وملح. لو مش عايزه البشاميل بتاعك يبقى لونه غامق يبقى حطي فلفل ابيض، ولكن لا، عادي مش فارق معاكي اللون، يبقى الفلفل الاسود حلو جدا وريحته نفاذه واقوى من الفلفل الابيض. اهو نقلب كده، ايدينا ما تسيبش الخليط يا حبايبي. تمام. اهو لسه هو على النار على كده، يعني انا بقلب فيه وهو برضو لسه على البوتاجاز. تمام. اهو انا كده رفعته خلاص، وجبت طبعا سلقت المكرونه. يعني سلق المكرونه ده ما صورتش عشان وقت الفيديو يعني. المكرونه برضو اللي حضرتك تحبيها، شكل المكرونه اللي متوفر عندك واللي حضرتك تحبيها. ده مكرونه من هي مكرونه الحلزوني دي. تمام. يعني قلنا نغير الشكل شويه بدل الفرن على طول. فنزلت بالنص كيلو من المكرونة على من نص كيلو من المكرونة، ونزلت عليه بالخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها بالسجق دي، وهنقلب الكلام كله ده مع بعض. تمام. نقلب كل ده مع بعض، وهنزل على الوش بالبشاميل بتاعنا. هنزل على الوش بالبشاميل بتاعنا. اهو كان عندي شوية ميكس جبن في الفريزر، برضو طلعتهم كده وعطيتها لوش ميكس جبن، وهندخلها الفرن. خطيرة خطيرة خطيرة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وعملنا شوية ملوخية جنبيها كده، حاجة وهم، حاجة تحفة. وهو يا حبايبي المكرونة كانت خطيرة، والبانيه كان حلو جدا. ما تنسوناش بقى في اللايك ودعوة حلوة كده. لو طلعت بأي لو حاجة صغيرة مستفادة من الفيديو، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة كده، ودعوة حلوة. ولكم بالمثل ان شاء الله. ادي شكل الاكل بتاعنا، الملوخية جبارة. ادي البانيه كان الكفر بتاعه مقرمش، وهو من جوه طري وجوسي كده. مع السلامة حبايبي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.